واش رايك سيدتي تضيفي لمسه تقليديه للمائده تاعك بالطبق المثوم؟ تبعي معايا كيفاش نحضره. في الطنجره تاعي نحط مغرفه كبيره تاع سمن نخليها تذوب، نضيف عليها مورطو تاع اللحم غنمي ونقليه مليح، نضيف عليه نص حبه تاع البصل تكون مرحيه، الزعتره، شويه تاع الثوم، عندي هنايا عود تاع القرفه، الملح والفلفل الكحل ونزيد نقليه. بعد ذلك ندير عليهم كاس تاع الماء ونخلي هذاك اللحم تاعي حتى وين يطيب. بيان سور راح نزيدو نمرقوه. في الغيسيبيون تاعي نحط اللحم اللي كنت رحيته بشويه تاع الشحمه، نضيف عليه نص ربطه معدنوس، مغرفه تاع السمن، حبه تاع البيض، الملح، فلفل الكحل، ونعجنو مليح كيما راكي تشوفي، وضفت له شويه تاع القرفه مرحيه. انا باش يجوني لي بولات تاعي طرايه الله الله مشمخين، ضفت عليهم شويه تاع البابه تاع الخبز اللي كنت شمختها في الحليب. نشكل الكرات تاعي بهذا الشكل متوسط كيما راكي تشوفي سيدتي. وانا في الوصفه تاعي اخترت حميصه تاع مهدي فود اللي جايه حبه على حبه، وراهي طيبه ديجا سيدتي، وهي اللي راح تعطيني ديك البنه تاع المثوم تاع زمان الله الله. ضفت لي بولات تاعي بيان سور بعد ما طاب اللحم، وخليت هذاك الحميصه يزيد يطيب شويه. وهذا هو الطبق تاعنا سيدتي اللي هو طبق المثوم، لازم يكون حاضر هكذا باش نروجوا لاطباقنا التقليديه الجزائريه. نتلاقاو في وصفه اخرى، مع السلامه.